عام 1960 واحد الدري في عمره 22 عام ضربته الفيقه في وسط الليل وما بغاش النعاس يعاود يدوز عليه. ناض مشى غسل وجهه وبقى ساهي كيشوف في المرايه وكيحس بواحد الفراغ كبير كياكلو من الداخل، شي حاجه ناقصه في الحياه. قبل ب10 سنين كان الحلم ديالو يكون عداء اولمبي، تقاتل عليها بزاف وفاش طلع لافاك تلاقى بالكوتش الشهير بيل باورمان المعروف بصانع العدائين الاولمبيين. بيل بغى يعاون هذا الدري يولي عداء اولمبي حيتاش عجبو الانضباط والمنافسه القويه اللي فيه، ولكن من بعد مده ولا واضح انه ما عندوش الموهبه باش يكون عداء كبير. الدري فشل وفقد الحلم ديالو، ولكن الكوتش بيل حاول يوضح ليه انه واخا ما يقدرش ينجح كعداء يقدر ينجح في حوايج اخرين، خاصو غير يلقى حلم اخر في الحياه. الدري هو كيشوف راسو في المرايه قال حلم واحد اخر، تفكر باللي عيا ما يقلب على هذا الحلم، ما خلى ما دار، تخرج من لافاك، ترينا، مشى للخدمه العسكريه عام كامل وواخا هكاك ما لقى والو. باغي يدير شي حاجه كبيره بزاف، ولكن ما عرفش شنو هي. الدري بقى كيشوف الانعكاس ديالو في المرايه، كيشوف انه انسان حاير، انه انسان فاشل، انه ما قدر يدير والو في حياته. هاد الدري هذا هو فيليب نايت، مؤسس شركه نايك، طلع اكبر شركه ديال السبور في العالم ب$500. كيفاش تحول من شاب حشومي وتايه ما عرف ما يدير في حياته لواحد من انجح مؤسسي الشركات في التاريخ، كيفاش قدر ينافس اديداس وبوما اللي كانوا حاكمين السوق في ديك الوقيته، واش كانت عنده شي فكره جديده، واش لقى اللي يدعمو في الاول او ولا تقاتل بوحدو. هادشي كله غتعرفوا في القصه الصادمه والملهمه ديال اليوم. ولكن قبل ما نبدا بغيت نقول لكم ان هاد القناه جديده ومحتاجه الدعم ديالكم اكثر من اي وقيته، هذا علاش دير ابوني وخلي لي الراي ديالك في الفيديو لتحت في خانه التعليقات. ومن غير هادشي let's get started. 1960 فيليب كان تالف وما عارف ما يدير في حياته، مشى ليه الحلم ديال انه يولي عداء اولمبي والحياه فقدات الطعم ديالها. وكيف ما كيقولوا الا تلفتي شد الارض، وبما انه الارض عند فيليب هي يقرا على راسو قرر انه يدفع لجامعه ستانفورد باش يقرا ماستر في البيزنس ادمنستريشن، يعني ماستر في اداره الاعمال. فيليب تقبل وحيتاش كان منضبط نجح في العام الاول ديالو بسهوله، وفي العام الثاني ديالو باش ينجح في الماستر ويتخرج كان خاصو يدير بحث اكاديمي. هذا البحث عباره على بيزنس بلان اولا اللي كنسميوها خطه شامله ديال الشركه، يعني الفكره وكيفاش غتطورها وكيفاش غتطبقها في ارض الواقع. فيليب عجبو هذا البحث وفريمون لقى راسو مدوز وقت طويل فيه، ومن بعد اسابيع دار واحد الورقه بحثيه اللي فيها بانوا الاول خطره الملامح ديال الشركه اللي كلنا كنعرفوها دابا بالنايك. العنوان ديال الورقه البحثيه كان هو: هل يمكن للاحذيه الرياضيه اليابانيه ان تفعل بالاحذيه الرياضيه الالمانيه ما فعلته الكاميرات اليابانيه بالكاميرات الالمانيه؟ انا عارفه عنوان طويل ومعقد، بصح انا نشرح لك شنو قصد. مور الحرب العالميه الثانيه كانت المانيا هي اللي حاكمه السوق ديال الكاميرات، كانوا عندها شركات كبار بحال زايس ولايكا اللي كانوا كيصاوبوا كاميرات غاليين وناضيين. ولكن مع الظهور ديال كانون ونيكون في اليابان اللي قدروا ينتجوا كاميرات بنفس الكاليتي ولكن ارخص بكثير في الثمن، زايس ولايكا توخروا اللور ونيكون وكانون سيطروا على السوق. يعني فيليب قصد واش هادشي يقدر يوقع في عالم الاحذيه الرياضيه، شي شركه يابانيه طيح اديداس وبيما وتسيطر على السوق. هو حط هادشي كبحث ولكن عجباتو الفكره بزاف، علاش اللي ما يجيبش السبرديلات ديال اليابان ويدير ليهم بلاصتهم في السوق الامريكي. سول الدراري اللي كيقراو معاه والاساتذه ديالو، حتى واحد ما عجباتو الفكره، وحتى من باه قال ليه سير ولدي قلب ليك على شي خدمه ديال بصح، هادشي راه غير تخربيق. فيليب ما اقتنعش بهاد الهضره وبغى يجرب الفكره بيديه. وفي عام 1962 قبل بشويه ما يشد الماستر ديالو في اداره الاعمال مشى قلب مزيان ولقى العنوان ديال واحد الشركه يابانيه سميتها اونيتسكا تايجر، وبغى يكتب لهم رساله يصيفطها من ميريكان لليابان. غير باش تعرفوا واحد الحاجه، هادشي راه في 1962 ما كان لا جيميل لا واتساب لا انترنت، يعني داكشي مكتوب على ورق والمعلومات كانوا قلال بزاف وصعيب توصل ليهم.
المهم فيليب بغى ياخذ من عندهم عينه باش يجرب السبرديلات ديالهم، وباش ياخذوه على محمل جد كان خاصو يهضر معاهم بصفه انه عنده شركه. هو مسكين غا طالب ما عنده والو، ولكن وهو كيكتب ليهم دار تما السميه ديال شركه كاينه غير في الخيال ديالو. الرساله جات تقريبا بحال هكا: أعزائي السادة المحترمين، سميتي فيليب، أنا هو الممثل الرسمي ديال شركة بلو رايبن سبورتس. حنا مهتمين أننا نوزعوا السبرديلات ديالكم في ميريكان، حيت كنشوفوا أنهم عاليين في الجودة والفرص في السوق الأمريكي عندكم كبار. إلا كان ممكن تصيفطوا لنا عينات والتفاصيل على الأثمنة. بكل تقدير وإخلاص، فيليب نايت، بلو رايبن سبورتس. دازت واحد المدة قصيرة وردوا عليه: شكرا، إلا بغيتي أجي اليابان ونشوفوا. المهم ماشي هكا قالوا ليه بالضبط، ولكن قالوا ليه بشكل رسمي انه خاص يتلاقوا معاه شخصيا. والسبب كان ببساطه حيتاش ما تاقوش فيه، كان خاص يشوفوا فيليب شخصيا، ماشي يصيفطوا سبرديلاتهم الميريكان لشخص مجهول من مؤسسه مجهوله. من بعد ما تخرج فيليب مشى مباشره لليابان، لمدينه كوبي فين كاين المقر ديال الشركه ديال اونيتسكا تايجر. مشى لعندهم وهو كله امل باش يقبلوه كبزنس بارتنر. السؤال هو واش غادي يبغيو يخدموا معاه، مع دري في عمره 24 عام اللي ما عمره ما كان عنده شي بيزنس او ولا غينصبوا عليه؟ بقاو معايا حيت القصه غتبقى غاده وكتزيان. وصل فيليب للجابون ومشى لاقرب اوتيل للمقر ديال اونيتسكا، وفي الصباح مشى لعندهم. دخلوه لداخل وحطوه في غرفة الانتظار. كان الجو كالم، ولكن فيليب كان العكس ديال داك الجو تماما. كان متوتر وعرقان ولابس كوستيم رخيص وكيعاود في راسو السكريبت ديال شنو غيقول ليهم، وفي نفس الوقت كيسول راسو واش هادو اللي من دولة مختلفة وطبقة اجتماعية مختلفة غيتيقوا فيا. وفي وسط التخمام ديالو تقاطع بواحد الصوت ديال واحد السيد قال ليه: غنطلعوا سيدي الفوق فين كاينه غرفة الاجتماعات. جمع فيليب الوقفه، طلع معاه ودخل لواحد الغرفه هادئه اللي فيها كاين مولشي كيهاشيرو اونيتسكا، زائد 5 ديال مديري المبيعات ديال الشركه ومترجم. وقف قدامهم وبدا العرض اللي ترينا عليه 10,000 مره في راسو. العرض بدا بهذا الشكل: شكرا على الاستضافه، انا فيليب نايت، مدير وموزع شركه بلو رايبن سبورتس. بطبيعه الحال ما كانت عند فيليب لا شركه لا مقر لا كليان لا فلوس، كلشي بقى كيشوف فيه. فيليب متوتر ولكن مبين انه رجل اعمال وتايق في راسو، وهو يكمل العرض ديالو بهذه الجمله: كيف ما الكاميرات اليابانيه اللي عوضت الكاميرات الالمانيه وسيطرت على السوق الامريكي، كان امن باللي الاحذيه الرياضيه اليابانيه يقدروا يديروا نفس الشيء للاحذيه الالمانيه اديداس وبوما. نفس العنوان ديال الورقه البحثيه اللي دار باش ياخذ الماستر. عجبات هاد الفكره اليابانيين وعجبهم فيليب، جاهم تايق في راسو وعارف اش كيدير، وقالوا ليه: اوكي نجربوا معاك السوق الامريكي وغادي تكون انت المورد الحصري ديال اونيتسكا تايجر في ميريكان. بصح ما سناو معاه والو، عطاوه غير الكلمه. خدا فيليب منهم عينه اللي كانوا غيصيفطوها ليه الميريكان، سلم عليهم وخرج. وهو كيتمشى في الزناقي ديال كوبي ما متيقش ان دري في عمره 24 عام يلا شد الماستر ما عنده لا خبره لا فلوس قدر يعقد اتفاق مع شركه يابانيه. حس بان القدر ديالو تبدل، حياته ما عمرها غادي تولي كي كانت. العينه اللي طلب كانت 10 ديال الحبات ب$50. $50 في داك الوقيته هي تقريبا $500 بالفلوس ديال دابا. وصل فيليب الميريكان وبدا كيتسنى بشوق كبير العينات فوقاش يوصلوا. دازت سيمانه ما وصلوا والو، دازت شهر والو، لا سلعه لا ميساج لا حتى حاجه. باه قال ليه بكل سخريه: مشيتي لقنت الدنيا حطيتي $50 وكتسنى توصلك السلعه، راك تقولبت يا ولدي، غير نسى داك $50. رد عليه فيليب: لا راه الشركه موثوقه، كون هاني. زاد دازت سيمانه والوالد ديالو عاود قال ليه: ايوا شنو وليدي وصلت شي سلعه؟ رد عليه: لا الوالد، بصح راه قربت توصل. في الواقع فيليب كيقول في راسو: هادو 100% نساوني، او ربما غير كانوا مطلعينها عليا، اصلا ما سنيت معاهم لا ورقه لا والو، غير عطيتهم الفلوس وجيت كنجري. بقى فيليب هكاك متوتر وكيتسنى السلعه اللي ما بغات كاع توصل. زاد دازت سيمانه واحده اخرى، واحد الكرتونه وصلت حتى الباب. هبط فيليب كيتكركب مع الدروج، هزها بالزربه ودخلها.
شدها بكل حماس وتوتر، قطع الكرتونه وهو يبان ليه اللوغو ديال اونيتسكا تايجر. باه كان واقف من موراه يديه وهز وحده من العشره د السبرديلات اللي في الكرتونه. بقى كيقلب في السبرديله وشاف ولدو وقال ليه صراحه كاليتي مزيانه. هاد 3 الكلمات واخا بساط عجبو بزاف لفيليب، حيت باه كان كونطابل وطبعو انه شكوكي، يعني باش من انه كان كيقول ليه راه تقلبتي لانه يقول ليه راه الكاليتي زوينه، شجعت فيليب بزاف. وهذا الشيء خلاه يخرج من هاد 10 د الحبات داكشي اللي الاغلبيه الساحقه د الناس ما كيخرجوهش من 10,000 حبه في اي برودوي. بقى معايا حيت هاد الشيء اللي جاي راه واعر ومهم بزاف. دابا فيليب عنده 10 ديال الحبات ديال السبرديلات اونيتسكا. اشنو غيدير بهم في نظرك؟ اولا بغى يعرف الكاليتي كي دايره، مشى كيجري لصحابو اللي هما عدائين محترفين، عطاهم السبرديلات باش يجربوهم ويعطيو الراي ديالهم فيهم. وثانيا بغى يعرف المارشي واش كاين الاهتمام على هاد النوع ديال السبرديلات او لا. مشى للنوادي ديال الجري، المحلات ديال الرياضه والبلايص اللي كيتلاقاو فيهم العدائين، واي واحد لقى الفرصه انه يوريه السبرديلات وراهم ليه. وفي نفس الوقت كان كيسولهم اسئله مهمه بحال واش يبغيو ياخذوا بحال هاد السبرديلات للجري، شنو عجبهم في السبرديله، وشنو في نظرك خاصنا نبدلو في هاد السبرديله. فيليب دابا ولا عارف المستوى ديال الكاليتي د اونيتسكا تايجر وعرف الاهتمام ديال السوق. صحاب لكم سالا هنا؟ لا، دابا خاص يعرف الطلب في السوق. كيف ما سمعتي غادي تيست العرض والطلب بقل من 10 د الحبات. قولوا لي في كومونتير شحال من واحد فيكم هنا داير الاي كوميرس او اي نوع من التجاره وفايت دار هذا المجهود كامل على برودوي واحد. خلي لي جاوب ديالك في خانه التعليقات. فيليب مشى نيشان للعدائين اللي ما كيعرفش وبدا كيبيع ليهم السبرديلات وكيتيستي اثمنه مختلفه وطريقه الهضره مختلفه باش يعرف شنو الماركتين اللي عنده احتمال كبير يخدم باش يركز عليه. وهنا واحد الدرس مهم بزاف غنشرحه لك بسربه وداك الساعه نرجعوا للقصه ديالنا. انت اللي كتفرج فيا دابا غتكون واحد من هاد 3، يا اما عندك مشروع، يا اما كتفكر دير مشروع في المستقبل، او لا فايت فكرتي او لا حاولتي دير مشروع. شنو هو الدرس اللي كتظن 95% منكم ما لاحظوش واللي هو اكبر سبب ديال النجاح ديال اغلبيه المشاريع؟ الا كنتي كتفكر دير مشروع كاين واحد الحاجه مهمه بزاف خاصك تعلمها من فيليب قبل ما تبدا. الدرس هو تيستي السوق في اسرع وقت ممكن باقل ميزانيه ممكنه. واحد الدري متابع ديالي في القناه ديال ساره ماركتين بغى يجرب واحد الفكره ديال يبيع عصير ديال البرتقال في القشور ديال البرتقال، بغى يتسلف ويدير كراج ويشد الخدامه والماتيريال وكثره الافكار والمخططات. هو مازال ما عندوش فكره واش الطلب كاين او لا. والنصيحه ديالي كانت انه يجرب المشروع يا في ميني فان، طوموبيل او لا كاع كروسه اللي غادي يصاوبها في يومين ويتيستي المشروع في 5 ايام فقط. تخيلوا معايا في 5 ايام فقط غادي يقدر يعرف واش الفكره خدامه باش يردها بيزنس او لا. دونك الا بغيتي دير مشروع التزم بهذه القضيه، تيستي المارشي في اسرع وقت ممكن وباقل تكلفه ممكنه باش لا كان داكشي اللي باغي تجرب ما خدامش دوز لحاجه واحده اخرى وما تضيعش الوقت والفلوس ديالك في الخوا الخاوي. فيليب تيستا المارشي ب10 ديال الحبات. كون بحال فيليب اللي ولات عنده فكره على السوق، حيتاش العدائين ماشي غير عجبهم سبرديات ديال الجابون ولكن شراوهم من عنده. دابا فيليب ولات عنده فكره على المارشي، بغى يسكيلي وياخذ 200 حبه ويرد هادشي بيزنس حقيقي. ولكن ما كانوش عنده جوج ديال الحوايج اللي مهمين بزاف باش يسكيلي: الفلوس والاكسبيريونس في السبرديلات. باه اللي كان كيقول ليه الفكره ما خداماش وان اليابانيين نصبوا عليه، كتب ليه شيك ديال $500 باش يبدا. $500 ديك الوقيته ساويه دابا تقريبا $5000. عارفه ماشي شي فلوس كتار، ولكن فيليب فرح بزاف وبالنسبه ليه كانت بدايه زوينه، يعني المشكل ديال الفلوس بدا كيتحل. ودابا خاصو ليكسبيريونس في السبرديلات. طاح ليه في بالو واحد السيد من اكثر الناس المحترمين في عالم الرياضه في ميريكان، خصوصا في رياضه العدو. غير وكان واش هاد السيد غيبغي يعطي الوقت لفيليب، ولد في عمره 24 عام بدون خبره باغي يبيع السبرديلات؟ بقاو معايا باش تعرفوا اكثر. السيد اللي طاح لفيليب في البال هو الكوتش ديالو دلافاك بيل باورمان، والسبب هو اولا سيد ترينا بعدائين اولمبيين وعارفين شغله، وثانيا هو انه شاف بزاف د المرات كيقطع سبرديلات الجري وكيعدل عليهم بيديه ويعاود يخيطهم باش يعطي افونتاج للعدائين ديالو. يعني الكوتش كيفهم مزيان في السبرديلات. في واحد الصباح بارد في شهر 1 1963 فيليب مشى لافاك باش يتلاقى مع الكوتش ديالو. دخل لافاك وهو هاز الكرتونه ديال اونيتسكا تايجر
وصل لساحه السبور وهو يبان ليه الكوتش ديالو واقف طويل وكتافو عراض، شاد في يديه الكرونو وفمو الصفاره وهو يعيط ليه كوتش. دار لعندو الكوتش بعينيه مكمشين وبتعابير ديال شكون هذا اللي مصدعني على الصباح. غير شاف فيليب وهو يقول فيليب وانت هادي مشتك باقي كتجري؟ لا والو استاذ، بصح خدام على شي حاجه بغيتك تشوفها معايا. مشى للبيرو ديال الكوتش وعطاه السبرديله يشوف. بقى الكوتش كيقلبها بيديه ويشوفها من التحت ويجبدها ويبرك عليها، وفيليب غير ساكت وقلبو كيضرب في 90 حيت كيتسنى الراي ديال اكثر انسان كيعرفو كيفهم في السبرديلات. من بعد واحد دقيقه طويله ديال الصمت الكوتش قال هادو ديال الجابون. رد عليه فيليب كتصاوبهم واحد الشركه سميتها اونيتسكا تايجر وكنظن انهم يقدروا ينافسوا اديداس وبيوما. رد عليه الكوتش الكاليتي ديالهم مزيانه، خفاف وفليكسيبل، بصح البلاصه ديال القدم خاصها الخدمه. شنو بغيتي دير بهاد السبرديلات؟ رد عليه فيليب نبيعهم للعدائين اللي كنعرف ونشوف كيفاش ندير نكبر هاد الشيء. الكوتش بقى ساكت وكيفكر وفيليب واقف كيتسنى ومتوتر حتى قاطع الكوتش داك السكات وقال لفيليب ما بغيتش نشري من عندك السبرديلات، بغيت نولي شركه معاك، انت تكلف بالبيزنس وانا نتكلف بالديزاين، اش بان لك؟ فيليب تردد واحد شويه ولكن قبل الشركه اكثر واحد تبغيه يشارك معاك بيزنس ديال السبور هو شي واحد محترم في عالم السبور. فيليب نايت وبيل باورمان ولاو مشاركين في البيزنس. الكوتش كتب شيك ديال $500 لفيليب، يعني غيبداو بجوج بيهم بيزنس $1000 اللي هي $10,000 بالفلوس ديال دابا. 10 المليون سنتيم كتبان حساسه مزيانه كبدايه، حتى كتفكر انهم باغيين ينافسوا اديداس وبيوما اللي كانوا ساويين 1500 مليار سنتيم ومسيطرين على السوق العالمي. في الاول نايك ما كانت سميتها نايك، كانت سميتها بلو رايبن سبورتس. السميه اللي اختار فيليب هو كيكتب الرساله لليابانيين. فيليب وبيل ردوها ماركه مسجله وفتحوا شركه بسميتها. دابا ولا بصح بيزنس رسمي وطلبوا 300 حبه من اونيتسكا تايجر. غير وصلاتهم مشى فيليب للمتاجر باش يحط سبرديلات يتباعوا، تا واحد ما قبل، وبطبيعه الحال قرر يبيعهم من راسو. كان كيحط سبرديلات في الكوفر ديال الطوموبيل وفين ما كان شي ايفنت ديال الجرا كيمشي ليه ويهضر مع العدائين ولي كوتش ان السبرديلات ديالو احسن من اي سبرديله في السوق. زائد الكوتش بيل كانوا عنده معارف في العالم السبور وكان كيريكوموندي هاد السبرديلات للعدائين، وفي قل من 3 شهور 300 حبه تباعت كامله. داك الفلوس كامله اللي ربحوا شراو بهم 900 حبه من اونيتسكا، وحتى دولار ما دازت الجيب ديال فيليب. كيف ما سمعتي فيليب اضطر انه يمشي يخدم ككونطابل باش يعيش وفي نفس الوقت يطلع هذا البيزنس الجديد. وصلت السلعه وقبل ما يبدا يبيع لاحظ باللي الطلب كان طالع وما يقدرش يبيع 900 سبرديله بوحده، خصوصا انه خدام ككونطابل من 9 حتى ل 5 ايام في السيمانه، واضطر انه يخدم الناس اللي يبيعوا ليه السبرديلات. بصح ما عطاهمش صالير حيت ما عندوش الفلوس، وانما عطاهم كوميسيون. كل سبرديله باعوا يعطيهم فيها $2 تقريبا $20 بالفلوس ديال دابا. وبيان سور ما خدمش معها اي واحد، خدم غير الرياضيين. واحد من هاد الرياضيين سميتو جيف جونسون. هاد الرياضي عجبته الشركه بزاف وهو اللي في المستقبل غيسمي الشركه بالاسم اللي كنعرفوه كاملين بالنايك. كيفاش طاحت عليه الفكره عجيبه بزاف، واحد شويه غنقولها لكم. فيليب دابا فرحان حيت البيزنس اللي كلشي كان شاك فيه خدم، واخا ما كان كيصور حتى ريال حيت كلشي كيرجع كيتحط في السلعه، ولكن عارف باللي هادشي غيكبر والبروفيت غيجي من بعد. والكوتش بيل كان كل مره كتوصل شي طلبيه من الجابون كان كيفيريفيها بيديه، كيشوف السبرديلات ويحلهم ويشوف الديزاين من الداخل ويقيد اي حاجه بانت ليه غتزيد تطور السبرديلات ويصيفطها لاونيتسكا. وهادشي بيان سور كان كينفعهم وكينفع اونيتسكا بزاف، وعام على عام المبيعات كيتزادوا ولا فيليب كيفتح محلات ديال البيع وكيخدم ناس كتر. وبقاو غاديين هكا حتى العام 1969 فين وصلوا المبيعات لملايين الدولارات. وتخيلوا معايا توصل لهذا النيفو عاد فيليب خرج من الخدمه. في هذا الوقت كامل كان فيليب خدام ككونطابل من 9 ل 5 من 2 للجمعه، وحنا عندنا دراري كيخرجوا من لافاك غير باش يجربوا كاشون ديليفري اي كوميرس. الدراري البنات تقدروا تجربوا الاي كوميرس وانتم كتقراو، راه العطله ديال الصيف فيها 3 شهور.
المهم فيليب الدري الحشومي اللي كان قبل 7 سنين تالف وحس براسو فاشل ولا دابا رئيس شركه بلو رايبن سبورتس اللي كتدخل ملايين الدولارات. فيليب دابا فرحان، غير هو فرحته ما غاديش تطول حيت اونيتسكا تايجر كتوجد طعنو في الظهر. في 1970 لاحظ فيليب بلي اونيتسكا ما كيصيفطوليش طلبيات في الوقت، ما كيهضروش على التجديد ديال الكونطرا مع فيليب، زائد كيصيفطوا كميه قليله من داكشي اللي طلبوا، وعاد من الفوق ما كيفسروش السبب علاش. فيليب ضرو راسو لدرجه مشى عندهم للجابون، استقبلوه بطبيعه الحال، ولكن فاش هضر ليهم على الكونطرا اللي خاص تجدد قالوا ليه وراه حنا كنشوفوا داكشي. لكن وهو خارج جرو واحد الخدام ديال اونيتسكا اللي كان كيحترم فيليب بزاف، وتما كانت الصدمه. الخدام قال لفيليب بلي اونيتسكا بغاو يسيطروا على السوق الامريكاني لريوسهم ويقلبوا عليك. اوه فيليب باني شركه على قدها دايره على اونيتسكا، وشحال هو كيطرو ليهم في سبرديلاتهم وشحال دخل ليهم الفلوس وهما كيخططوا يقلبوا عليه. فيليب بيان سور سول الخدام واش عنده شي دليل، وداك الخدام وراه دواصل اللي كيثبتوا الهضره ديالو. اونيتسكا كانت كتواصل مع بزاف الموزعين في ميريكان باش يستغلوا الشهره ونظام التوزيع اللي فيليب 8 سنين هادي وهو كيبني فيه، باش هكا اونيتسكا تبيع السبرديلات ديالها وطيح بلو رايبن سبورتس. فيليب تعصب ولكن هدن راسو بزربه ودار بحال الا ما طرا والو، خرج من تما شاعل ولكن مبتسم، حيتاش قبل من عام كان بدا الخدمه على سبرديله خاصه به، ودابا ولا عنده سبب باش يلونسيها في اقرب وقت ممكن. فيليب رجع للميريكان ودار اجتماع، قال لهم بقات عام وغنساليو مع اونيتسكا. كلشي تصدم، قال لهم غنخدموا على سبرديلاتنا ونلونسيهم في اقرب وقت، غير هو سميه الشركه ديالنا غتبدل. بلو رايبن سبورت هي سميه شهرت بالسبرديلات ديال اونيتسكا، فكروا معايا في سميه جديده. كلشي بدا كيقول في الافكار سميه مور سميه، حتى واحد قطعهم بواحد السميه ما كطيحش على البال، السميه اللي حتى واحد ما كان دايرها في ديك الوقيته، البعد السادس. بطبيعه الحال حتى واحد ما عجبته السميه. وهنا جيف السيد اللي كنت قلت لكم قبيله بانه كان مولع بالشركه، الليله اللي قبل حلم فيها بنايك اللي في الثقافه اليونانيه كتعني الهه الانتصار. حرفيا حلمها في الليل ولا غد ليه صبح في الاجتماع، وقال لهم علاش لي ما نسميوش الشركه نايك. فيليب ما عجبتوش السميه، ولكن حيت ما كان حتى شي اختيار واحد اخر سمى السبرديله الجديده نايك. دابا خصهم اللوغو، مشى عند واحد الديزاينر كتقرا في لافاك، قال ليها صاوبي لينا شي لوغو وعطاها 35 دولار. هي كيف ما سمعتي اللوغو ديال نايك تقام ب 35 دولار، اللي هي في داك الوقيته 2500 درهم بالفلوس ديالنا. الديزاينر صوبت ليه بزاف د اللوغويات وعزل منهم اللوغو الشهير اللي كلكم كتعرفوه دابا. دازت عام وفعلا اونيتسكا فسخات معاهم العقد، حيت طمعت انها تسيطر على السوق الامريكي، لكن فيليب والكوتشبيل كانوا موجدين سبرديله احسن من اي حاجه كانت في السوق. وفاش لونساو السبرديله الاولى ديال نايك حطموا ارقام قياسيه وولاو كيبيعوا عشرات ملايين الدولارات في العام. اونيتسكا ما كانش عندها فرصه انها تنافس نايك في ميريكان، حيت فيليب بكل بساطه ولا عارف وضابط السوق السبرديلات في ميريكان مزيان. دازت 10 سنين من بعد ما لونساو اول سبرديله د نايك، ودابا ولا عندهم كوليكسيون واسعه السبرديلات والحوايج وكيبيعوا اكثر من 500 مليون دولار في العام. وحيتاش اديداس وبوما كانوا مقاتلين مع بعضياتهم شكون يكون الاول في العالم، جا فيليب نايت وبيل باورمان وخداو التاج كاكبر شركه رياضه في العالم. فيليب من بعد هذا النجاح الكبير عيط على البنت اللي صممت ليه اللوغو وعطاها هديه سلسله ديال الذهب فيها اللوغو ديال نايك وحوالي مليون دولار. فيليب الدري اللي كان حاير حشومي وتالف وصل للحلم ديالو في غضون 18 عام ديال الخدمه، بنا هو والكوتش بيل اكبر شركه ديال السبور في العالم. بيان سور ما ذكرتش بزاف ديال لي ديتاي كيفاش بالضبط طلعت نايك من شركه غنيه لشركه مسيطره على السوق العالمي، ما هدرتش على كيفاش قدرت انها تسبونسوري مايكل جوردن وليبرون جيمس فاش ما كانوا ساويين والو، وكيفاش هادشي خلاها دير ملايين الدولارات. ما ذكرتش هادشي كامل باش ما يزيدش طوال الفيديو، وباش ندير فيديو مخصص لكيفاش بالضبط نايك طيحت اديداس وبوما اللي سبقوها 50 عام للسوق. مي واخا هكاك غنبغي الراي ديالك واش ندير هذا الفيديو او لا. زائد غنبغي نعرف واش كاين شي قصه نتاع شي شركه تبغي تعرفها، خلي لي الراي ديالك لتحت في خانه التعليقات.
ومن غير هذا الشيء، شكرا على المشاهده ونتلاقاو في قصه جديده.